مرحبا. بهذا الفيديو رح نتعرف كيف نقرأ رسائل الواتساب، الماسنجر والتليجرام بدون ما بيعرف الطرف الثاني أو الشخص المرسل الرسالة إنه إحنا فتحنا هاي الرسالة وقرأناها. تابعوا الفيديو للنهاية. رح نستخدم بهذا الشرح تطبيق رح أترك لكم رابطه بالوصف. بعد ما أثبت التطبيق رح تفتح معي هاي الصفحة، بسحب يمين أو يسار حسب لغة الجهاز عندك، بنسحب لحتى نوصل لهاي الصفحة. من هون فيك تحدد التطبيقات اللي بدك تقرأ الرسائل الواصلة لإلهم دون ما بيعرف الطرف الآخر. رح نحدد تطبيقات مثلا الواتساب، الماسنجر. في حال أنت بدك تحدد تليجرام أو أي تطبيق من التطبيقات المتوفرة هون. كمان انستغرام فينا نحددها، يعني فينا نحدد مجموعة من التطبيقات. بعد ما حددنا رح نسحب كمان يمين أو يسار لحتى نوصل لآخر صفحة. التطبيق آمن. عمل التطبيق واللي هو يحصل على الرسائل من الإشعارات في جهازك، بيحتفظ بهاي الرسائل بنقرأها بدون ما بنقرأها من داخل الواتساب أو داخل الماسنجر. من هون رح أضغط على لاحقا من الأسفل أو من الأعلى. هون نحتاج إذن لإظهار الرسائل المستلمة. تمكين هذا رح نضغط عليه قبل لاحقا، نضغط على تمكين هذا الآن. رح يعطيك أو ينقلك لهاي الصفحة، بتروح لاسم التطبيق. أول خيار بنحول الزر باللون الرمادي وبنعطيه السماح. بعد ما عملنا تمكين، من هون رح أنزل من الأسفل وأضغط إنهاء لحتى ننتقل داخل التطبيق. بهيك التطبيق أصبح جاهز لحتى يستلم أي رسالة من الإشعارات وصلت لجهازك. لحتى بتستفيد من التطبيق بتحتاج تفعل الإشعارات للتطبيقات اللي بدنا توصل الرسائل، بنفتحها داخل هذا التطبيق. بنفعل الإشعارات لحتى التطبيق يأخذ الرسائل من الإشعارات. في حال ما كنت مفعل الرسائل أو الإشعارات مش راح يحتفظ التطبيق بالرسائل، يعني لازم بنكون مفعلين الإشعارات. كمان في حال أنت كنت داخل أحد التطبيقات مثلا الواتساب، وصلتك رسالة من أي صديق أو من أي رقم، في حال وصلتك مباشرة داخل الواتساب بدون ما بتظهر بالإشعارات وإحنا كنا فاتحين الواتساب، مش راح يظهر داخل التطبيق. وصلتني رسالة على الواتساب، ما فتحنا الواتساب، فتحنا التطبيق، راح تكون موجودة داخل التطبيق مثل ما أنتم ملاحظين. فتحنا الرسالة كاملة مثل ما أنتم ملاحظين، الرسالة كاملة موجودة عندي هون، فيني أقرأها. مش راح يلاحظ الطرف الآخر إنه فتحنا الرسالة وقرأناها من داخل التطبيق. ما بنفتحها من داخل الواتساب، من داخل التطبيق. والتطبيق يحتوي على إعلانات لأن التطبيق مجاني. من هون من الصفحة الرئيسية فيك تروح للرسائل الواصلة من الواتساب أو الماسنجر أو أي تطبيق إحنا حددناه لحتى يوصل منه هون من الجميع. راح أترك لكم رابط التطبيق بالوصف أسفل الفيديو وبأول تعليق.